ضيفنا النهارده في النرد صورة مشرفة. سموني الكسيب لأني من وأنا صغير وأنا بحب أعمل أشياء دايما أتميز فيها. حد ابتدى من الصفر لحد ما بقى خبير في صناعة البراندز. ومقتنع إن العلم هو الحل الأوحد لزيادة قيمتك كإنسان. ضحيت بإيه؟ أحب متع ووقت فراغ كبير جدا. الشيخ الشعراوي قال جملة، قال لك اللي بيلعب كتير وهو صغير هيشقى كتير وهو كبير، واللي هيشقى كتير وهو صغير هيستريح كتير وهو كبير. نصيحة للشباب اللي عايزة تبتدي بزنس. ثقافة العميل وحاجة اسمها سيكولوجية الشراء، فاللي مش هيستغله صح هو هيفضل متأخر 100 سنة لورا. اسعى ورا النجاح وليس السعي وراء البقاء. شايف نفسك نرد في إيه؟ لما يكون البيت ده بيجيب لك إيراد مادي ولا تتحمل عليه أعباء مالية. يعني حضرتك مؤمن بفكرة إن أنا أجيب ناس بتفهم أحسن مني في التخصصات بتاعتهم؟ لو لقيته شعور بالسعادة، لأن أنا حاسس إن الإنسان أصلا سعادته بتستمد من إفادة الآخرين. ضيفنا النهارده في النرد صورة مشرفة. حد ابتدى من الصفر لحد ما بقى خبير في صناعة البراندز. اتسمى الكسيب علشان كل ما بيبتدي يعمل أي مشروع بيعرف إزاي يكسب منه. أخد جايزة أفضل رائد أعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت 40. معانا النهارده الكسيب محمود علاء الدين. أهلا وسهلا بحضرتك أهلا في وسهلا النرد. بيك، أهلا وسهلا بيك. تشرفت الأول بالبودكاست ده، وإن شاء الله يكون نفع واستفادة للجميع إن شاء الله. إن شاء الله. قبل ما ندخل في البراندز والفولورز وملايين المتابعين، كنت عايز أعرف هو مين محمود علاء الدين الشخص قبل ما نبتدي نروح للشهرة والكلام ده، ومين أكتر حد أثر فيك علشان تقدر توصل لده؟ والله أنا بعتبر نفسي شخص زي أي واحد، بس كل القصة الفرق إن أنا عندي طموح وحلم من وأنا صغير، هو إن أنا أكسر حلقة الحياة الطبيعية والحياة التقليدية، اللي وجودك في الحياة يبقى زي عدمه، زي ما دخلتها زي ما بتخرج منها. حابب إن كان اسمي يتذكر بإني كان ليا نفع في أشياء محددة في الحياة، وحابب إني كنت أحقق نجاحات لم تحقق في عيلتي وأسرتي من قبل. وده كان دافع ليا من وانا صغير ان انا ابتدي اشوف الناجحين بينجحوا ازاي، اللي سابوا اثر سابوه ازاي، عملوا ايه عشان يبقى ليهم تأثير ايجابي على المجتمع. فمن وانا صغير كنت حابب اكون مميز في كل حاجة بعملها. اشوف من اين تؤكل الكتف في كل امر. أوكي. ازاي اقدر اذاكر، ازاي انجح في المادة دي بشكل يخلي كل المدرسين يفرحوا بيا ويبقوا فخورين ان انا عندهم في الفصل. عايز ابقى في كل حاجة انا فيها ليا بصمة. أنا أعرف كمان إنه بعيدا عن موضوع البراندز والحاجات اللي مكسرة الدنيا دي، إن حضرتك كمان واخد شهادات ومن الناس كمان اللي نقدر نقول عليهم نرد دحيحة يعني. ده حقيقي جدا. انا بعشق طول عمري الدراسه، ومعتبر ان للاسف مجتمعنا في مصر كان شويه بالنسبه له التعليم هو شيء الزامي، وعليه ان هو يقوم بيه فقط عشان يبقى واجهه اجتماعيه، وليس للاستفاده كذاته او شخصه من العلم نفسه. وده كان نوعا ما بيحطني في كدر اني فعلا دحيح، والناس تبص لك على انك مجرد بتحب تنجح وتذاكر، لكن ما يعرفوش استفاده ان العلم ده مخك وعقلك هو ده اللي صنع قيمتك كإنسان. فكل ما غذيته بعلم صح صحيح. واستفدت وتعلمت من كل حاجة، اداك قيمة وقامة غير القيمة المالية اللي بتحصل عليها، ولكن قيمة عقلية وقيمة إنسانية في حديثك وثقافتك وكل حاجة. فأنا كنت من الناس اللي بتعشق العلم وما زلت، ومقتنع ان العلم هو الحل الأوحد لزيادة قيمتك كإنسان ما شاء الله. ونجاحك في أي شيء في الحياة. عرفت طريقته، اتعلمتها، هتسهل عليك كل شيء في الدنيا، لأن صعوبة الحياة بتيجي نتيجة إنك ما عندكش المفاتيح الصحيحة لإزاي تقدر تسهلها. أوكي. يعني إن أنت تسهل أي أمر، إن أنت تعرف إزاي بيتعمل بكل بساطة. صحيح. عشان تفتح باب بتكنولوجي محددة وبصمة وعينك، لو حد فهمك المانيوال وإزاي تأوبريته تفتحه في مهم. ثانية، صح. على عكس واحد تاني هيقف قدام الباب ويعطل مش عارف ده بيشتغل إزاي. فكل ما ازداد علمك اعتبر إن كل جزء في الحياة هو الباب ده. الباب ده كل ما عرفت تأوبريت منه وتفهم وتتعلم وتعرف ثغراته وتبقى محنك فيه، هتبقى أسرع واحد تفتحه. فسهولة وصعوبة الحياة بتيجي نتيجة علمك الأكثر، وسهولة ازاي تقدر تاخد خطوات في انك تفتح الابواب الصعبة بكل بساطة. صحيح. طيب عايز أعرف كمان علشان تقدر توصل إنك توصل للمرحلة دي ضحيت بإيه؟ احب متع ووقت فراغ كبير جدا، كنت ناس كتيرة بتستمتع بيه في مراحل الشبابية، معظم الناس كانت بتنبسط فيها. يعني انا طفولتي كانت يعني نوعا ما
مكرثة تماما انها تبقى لصالح العلم والنجاح والاستفادة من اللي انت بتدرسه ورياضات وتعليم، اكتر من ما هي اي شيء فيه متعة اكتر. فانا ضحيت بالمتعة في سن صغير مقابل اني ابني لنفسي قيمة ومستقبل يكون مختلف عن الناس اللي قررت تلعب وهي صغيرة. في الاخر الشيخ الشعراوي قال جملة، قال لك اللي بيلعب كتير وهو صغير هيشقى كتير وهو كبير، واللي هيشقى كتير وهو صغير هيستريح كتير وهو كبير. فانت عليك تاخد القرار، يا اما تتعب وتشقى في سنك الصغير وانت عندك طاقة عشان تعرف تستريح لما تكبر، يا اما ان انت تشقى وتتعب وانت صغير عشان فعلا تحس براحة بعد ما تكبر في السن. فيا تقرر تلعب وانت صغير، يا تقرر تشقى وانت صغير. فانا قررت اشقى وانا صغير وابتديها من بدري، عشان لما اوصل لسن ابقى فيه محتاج الراحة ابقى معايا السند والظهر اللي يعرف يخليني اكمل واستمر براحة لحد ما اموت. بعد الشر عليك. ربنا يخليك. ليه سموك الكسيب؟ سموني الكسيب لان من وانا صغير وانا بحب اعمل اشياء دايما اتميز فيها، زي ما حكيت لك كده. كنت بحب افكار مختلفة، بخش جوه حاجات اثبت فيها دايما نجاحات بطريقة كانت الناس في مجالات الناس بتخاف منها. فدايما لما بعمل حاجة بقدم عليها، كسرت حاجز الخوف اللي موجود عند الناس وبقيت بحقق فيه نجاح. فبقيت كسيب في كل مجال بدخله. دخلت في مجال الموتوسيكلات عملت فيه طفرة فبقيت كسيب. دخلت في مجال البيتس عملت فيه طفرة فبقيت صحيح. كسيب. عملت على السوشيال ميديا كونتنت عن ريادة الأعمال ونحقق نجاح كبير فبقى كسيب. في الآخر الكسيب ده هو being the winner. انت ازاي تقدر تبقى ناجح وبتكسب من ورا الشيء اللي انت بتعمله. والحمد لله انا عرفت احقق ده. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. مع كل البراندز الكتيرة الحمد لله والنجاح الكتير وانه يكون عندك كمان موظفين كتير، ازاي قادر تعمل لايف بالانس؟ وهل فعلا في لايف بالانس؟ لا، هو البالانس ده ملوش معيار. يعني البالانس ده هو زي ما يتطلبه كفة الميزان الأخرى. يعني لو انت حاطط هنا في الميزان ده 10 كيلو نجاح، لازم تحط قصادهم 10 كيلو مجهود وإبداع وعلم ومشقة. في الآخر الميزان بيصنع مش ما بين الحياة الخاصة والحياة العملية، ما بين حلمك وطموحك وما بين محتاج تقدم ايه قصاده. ما بين اللي انت عايز تحققه واللي تقدر تضحي بيه عشان تعرف تحققه. بالظبط كده. الناس بتقيس الميزان على انه نجاح قصاد حياة شخصية، لا، هو طموح وحلم وهدف قصاده ايه نوع التضحيات والتعب والعلم اللي محتاج تقدمه عشان تحصل عليه. عرفت مع ده يكون معاك أسرة وأولاد ويكونوا جزء من الحلم ده والتضحيات دي، تمام. ما عرفتش يبقى لازم هتيجي على حساب حاجة. فالميزان هو ليس 50-50 ما بين الحياة العملية والحياة الشخصية، هو مجرد توازن ما بين حلمك وطموحك وما تقدمه من تضحيات لتحقيقه. حلو جدا. عندي كده دايما الديسيبلين او الانضباط والالتزام، الكلمتين دول يعني ايه بالنسبة لمحمود علاء الدين؟ والله هو الانضباط والالتزام ده ما بيتحققوش زي ما قلت لك غير لما يكون عندك نقطة معينة عايز توصل لها. يعني في الماراثون أنا بعتبر إن حياة الإنسان زي الماراثون بالظبط. الماراثون ده لو أنت جريت فيه بسرعة قوي في بدري هتتعب في نصه، ولو مشيت بطريقة فيها انضباط وفاهم ازاي تتحكم في نبضات قلبك وتتحكم في نفسك هتعرف تستمر الوقت الزمني أطول. نفس القصة في الحياة والبزنس. الانضباط والالتزام بيؤدوا إلى إن أنت تعمل عادات معينة بتقوي من قيمتك كإنسان وبتقوي من عقلك ومن أدائك ومن نتائجك. فكل ما عرفت يبقى عارف إيه الانضباط. لو أنا عرفت إن أنا أتمرن 4 مرات أسبوعيا ريزيستنس تريننج بيؤدي وكل مرة بزود الوزن لكذا هيزود الكتلة العضلية للشكل الفلاني، فلو فهمت العلم اللي وراها همشي على انضباط واستمرارية عشان توصلني للنتيجة اللي أنا بدور عليها. فالانضباط والاستمرارية والالتزام ما بيجوش غير لما تبقى فاهم المعادلة أصلا، أنا هنضبط على إيه وهلتزم بإيه. مش فكرة وخلاص انضباط والتزام ككلمة عامة. يعني لازم في الأول يكون في هدف بالزبط. قدامي بالظبط، وليه خطة علشان أعرف أوصل للهدف. مليون في المية. والخطة دي مربوطة بوقت زمني، والوقت الزمني مربوط بمعطيات بتلتزم بيها. فبالتالي انا لما بريك داون او اقسم الحاجه لنقاط هعرف ازاي اتبع حاجه فيهم عشان اوصل في الاخر لهدفي. لكن لا يوجد انضباط ولا التزام ولا سعي صحيح لو ما عنديش هدف نهائي. والهدف النهائي ما ينفعش يكون مال. الهدف النهائي لازم يكون نجاح في شيء ما، لانه هيجيب في الاخر مردود سواء مادي معنوي شهره ايا كان. بس في الاخر الانسان لازم يحط لنفسه هدف نجاح في امر ما. بس عارف حضرتك لما يكون في
شويه معوقات في النص. يعني انا عندي هدف، عندي خطه، عندي معدل زمني، وبعد كده في دروبس في النص، في حاجات تخليني النهارده مش في المود. هل ازاي اقدر اكمل، ازاي اقدر اواصل في ده؟ زي ما حضرتك كنت بتقول، عندي جيم وعندي تمرين 4 مرات في الاسبوع، في ايام ببقى مش قادر، في ايام ببقى مش في المود، في ظروف بتحصل. ازاي نقدر نوصل لده؟ بص، هو مود الانسان بيتغير وبيتاثر بقد ايه شغفه وحبه للوصول للهدف. يعني اللي بيخليك تدروب داون او تحبط في بعض الاوقات هو انك بتحس ان هدفك بعيد عنك، فبالتالي بيوقعك. يعني اللي بيروح الجيم وتلاقيه احبط هو اللي ما بيعملش عضلات بسرعه، او اللي مم. بيشوف حواليه عاملين عضلات اقوى منه. فدايما المود بتاعك مربوط بتحقيقك لنتائج. فدايما صحيح. النجاح، كل ما نجحت اكتر في خطواتك كل ما انت مش هتتعرض اصلا لشعور الملل ده ولا شعور الاحباط، لان النجاح هو الدرايف او الدافع والموتيف الاساسي اللي يخليك ما عندكش حاجه اسمها ملل. ده هو صحيح. هو ده بيبقى الاكسايتمنت والانترتينمنت، وهو ده المتعه، انك تبقى نازل عينيك منوره، عندك طاقه غير طبيعيه. انا يومي بنتيجه، انا يومي بريزلت، بنزل اثبت اني كل يوم بنتج فيه حاجه مش هتخليني ابدا اشعر بشعور بالملل. الملل دايما بيجي والاحباط لما تلاقي ان مجهودك ملوش قصاده مردود، صحيح. فبتحس ان انت بتحبط. فلو كسرت الحاجز ده وكل يوم بقت فعلا انتاجيتك قويه، هتلاقي نفسك عايز تنام تصحى عشان تكمل اليوم اللي بعده. فهو شيء انت بتزرعه في نفسك اكتر من ما هو حاجه شعور كده عشوائي جاي من السماء. صحيح. طيب، وانا عندي كمان زي ما حضرتك قلت الخطة والالتزام والهدف. ساعات بقى بتيجي ازمات من بره، زي الازمات اللي احنا بنمر بيها اليومين دول. وانا شايف قد ايه ما شاء الله، ايفن وسط ال الازمات اللي حاصله، ان البراندز بتاعت حضرتك قايمه وماشيه وما شاء الله عليها. ازاي الاستاذ محمود علاء الدين بيقدر يتعامل مع الازمات؟ في فن كده اسمه فن اداره الازمات. بالظبط كده. إدارة الأزمة أو الريسك مانجمنت أو إدارة المخاطر بصفة عامة ده جزء لا يتجزأ من علم أي شخص عنده أعمال في البيزنس. يعني مم. لازم يكون جزء من دراسته ويكون مطلع عليه، لأن نجاحك مش والدنيا أصلا ماشية حلو، هي نجاحك إزاي تستمر والدنيا سيئة. دايما ما تحكمش على الشخص في الظروف الكويسة، احكم عليه في الظروف الصعبة. في الظروف الصعبة انت في البيزنس بيقول ان انت لازم يبقى عندك مقومات وقرارات معينة بتاخدها عشان تعرف تتعامل مع اي ازمة واي مخاطر. فكل نوع نشاط بيتطلب بعض المعطيات، من ضمنها مثلا ان انت يبقى عندك احتياطي مالي يعرف يخليك تستمر وتكمل في وقت فيه الدخل بيقل، يكون عندك قدرة على انك ازاي تعرف تعمل اعلى انتاجية من الموظفين بدون زيادة العدد الكبير اثناء وقت الازمات، مهم. ازاي يكون عندك خطط لانك تعرف تجيب بضايع من طرق مختلفة عشان تستمر في حملات التوريد طبعا. وتستمر الاعمال بتاعتك، ازاي يبقى عندك خطط تسعيرية مختلفة، ازاي مم. يبقى عندك خطط في ازاي تسوق وقت الازمة. فهي عدة طرق بتتعامل فيها مع الأزمة بشكل غير تقليدي، ولكن بتخليك تعرف تستمر وتكمل. وده الاختلاف ما بين حد بيقفل في أثناء الأزمة بعد أسبوعين وواحد تاني بيعرف يكمل ويستمر ونفسه أطول. فالنفس والاستمرارية مربوطة بس بقدرتك على التعامل مع الأزمة، مش شرط فيها تحقق نتائج أرباح، بس مهم. إن استمراريتك في حد ذاتها نجاح. حتى لو أنت بتخسر عرفت اوكي. تكمل، معناها زي أكنك دخلت نفق طبعا. عرفت طبعا. تخرج منه، ده نجاح. طبعا الاستمرار في وقت الازمه نجاح مهم جدا بصراحه. بالظبط بالظبط. طيب، انا في حاجه يمكن لفتت نظري، هتربط السؤال ده بالسؤال اللي بعده، which is انه بالرغم من ان في ازمه، وبالرغم من انه واضح انه الريسك مانجمنت حضرتك دارسه كويس وفاهم كويس، لاني شفت الاسبوعين اللي فاتوا كده عروض في شاورمري، which is احنا في عز وقت الازمات، الا ان حضرتك بتعمل عروض علشان الناس اللي اصلا حاسس حضرتك حاسس بيهم في الازمه. يعني ايفن في وقت الازمات انت مش بس حاسس بالموظفين اللي عندك، لا انت كمان حاسس بالناس بالكونسيومر. طبعا. واحدة من الحاجات اللي بتتعامل فيها مع كل أزمة هي إنك تفهم ثقافة العميل وحاجة اسمها سيكولوجية الشراء، وثقافة القوة الشرائية بتبتدي يتعامل إزاي العميل. دايما في وقت الأزمات ناس كتيرة دخلها بيقل، ناس كتير بتبتدي تخاف فبتبتدي تدخر أموال عشان مم. خايفة من اللي جاي، ناس كتير من الأغنياء بيمشي من الأماكن اللي فيها أزمات، فبيحصل اختلاف في ثقافة المجتمع في كيفية الشراء. مم. فلو انت كبزنس مش فاهم مين جمهورك دلوقتي ولا بيتصرف ازاي، فبالتالي هتبقى بتحارب حيطة سد. انت لازم تبقى فاهم ثقافة عميلك وبيعمل ايه اثناء كل فترة. فالفترة اللي فاتت 3 شهور اللي فاتوا ابتدت الناس تدور على الحاجات الموفرة
اللي ما بتصرفش فيها فلوس كتير وتكون طعمها حلو ومشبعه. صح. فانت ازاي تقدر تظبط هامش ربحك وتنزله وتقلله جدا وتعمل عروض وحملات انك تتناسب مع الفئه دي من الناس ومع ثقافه القرار الشراء عشان تستحوذ على اكبر كم من الناس اللي موجودين اثناء وقت الازمه. فتغيير جلدك في سياسه تسعيرك وسياسه تسويقك من احد المقومات اللي تخليك تحافظ على المبيعات بتاعتك اثناء وقت الازمات. الحمد لله احنا في شاورماري عرفنا ننزل بثلاث عروض قويه جدا لمت جميع الفئات. صحيح. سواء كاسره سواء كفرد سواء ككابل، عملنا اوفر لده واوفر لده واوفر لده. فيعني ده واحده من الخطط التسويقيه اللي بتستهدف النوع ده من العملاء وبتفهم الازمه نفسها. وده من الحاجات اللي بتبين ان البيزنس عنده الاستيسيتي او مرونه انه يقدر يتعامل مع الازمه حتى بتقديم اسعار مختلفه لاستهداف ثقافه عميل مختلفه وقرارات شراء مختلفه. بس اميزنج. ليه شاورماري؟ ليه شاورماري؟ اشمعنى الشاورما المصري؟ الموضوع انا يمكن شفت حضرتك في بودكاست تاني بتقول انه الشاورما المصري كانت من القرارات الصعبة ان احنا ندخل نعمل شاورما مصري، وخصوصا في الوقت اللي كان فيه انواع الشاورما التانية منتشرة في كل حتة. ازاي جت الفكرة بتاعت شاورماري وازاي انطلقت بالسرعة دي؟ يعني ما شاء الله فروع كتير، ارباح الحمد لله ما شاء الله كتير، وفي وقت قليل. ازاي عرفنا نيجي بالفكرة دي وازاي عرفنا نبلان الكلام ده؟ اولا انا ما بعملش اي بزنس غير لما بكون بحبه. يعني انا لازم اكون بحب الامر. يعني انا بحب الكلاب جدا فعملت ايجي بابي عشان بحب الكلاب. اوكي. عملت موكاي عشان انا بحب السوشي. اوكي. عملت بايكولوجي عشان انا بعشق الموتوسيكلات. عملت بيكي باربر لان انا بروح للحلاق مرتين في الاسبوع. فانا بحب اعمل كل شيء انا بحبه لان أوكي. اللي بيشتغل في حاجه بيحبها بيكون اداؤه فيها مختلف تماما. صحيح. فانا من صغري وانا في مصر كل يوم جمعه بروح عند ابو حيدر في مصر أوكي. الجديده اكل 3 سندوتشات عيش كايزر شاورما مصري معاهم كوبايه عصير مانجا وشيبسي. أوكي. انا بحب التجربه دي. مع الوقت ابتديت اشوف ان جزء كبير من المصريين نفسهم ما يعرفوش ان عندهم شاورما مصري بسبب الاجيال الجديده اللي طلعت اللي ما زارتش المناطق بتاعت مصر الجديده واكتوبر والحتت دي اللي فيها المهندسين اللي فيها الناس بتاعت الشاورما المصري بطريقتنا بتتبيلتنا بسندوتشنا. فحسيت ان ده شيء بيندثر وبنفقده مع انه هو ليه قيمه كبيره وطعم حلو. وابتدت مع دخول السوريين في مصر ابتدت الشاورما يبقى مفهومها بالنسبه للناس هي الشاورما السوري فقط لا غير. شاورما حلوه جدا. شاورما هم يعتبروا من الناس اللي اسست الشاورما في الاول هم والاتراك. ولكن كل دوله ليها ثقافتها في الشاورما. من ضمنها حتى روسيا حتى فلسطين حتى كل مكان عنده الشاورما الخاصه بيه والاردن وحتت كتيره جدا. فليه الشاورما المصري مهدور حقها؟ ليه المطبخ المصري اصلا مهدور حقه؟ لانه لو انت شفت كده هتلاقي ناصر البرنس وكبدة مش عارف ايه. الناس اللي عامله الكونسبتس دي هم شيفات. فللاسف ما عرفوش ياخدوا البيزنس لمرحله انه يبقى بيزنس بمعنى الكلمه. فلذلك المطبخ المصري مهدور حقه في دول العالم ملوش وجود لانه لا يوجد رجال اعمال ورواد اعمال دخلوا في القطاع ده وعملوا توليفه تخلي المطبخ المصري في طريقه QSR اللي هو كويك سيرفيس ريستورانت او مطابخ او مطاعم سريعه زي ماكدونالدز وكنتاكي وكل دول بمطبخ مصري لم يخلق. وعمل في مصر الكونسبت ده اللي هو مؤمن وسمايليز وكوك دور حققوا نجاح باهر. وللاسف الشديد لم يستطيعوا الاستمرار. وبون ابيتي براندات كتيره انا بالنسبه لي كنت فخور وفي قمه السعاده ان الناس دي عملت براندز مصريه ولكن لم تكتمل ولم تستمر. فكان عندي حلم اني اخد اكثر الاصناف حبا عند المصريين في السندوتشات السريعه واعمل لها كونسبت يبقى قايم على صنفين 3 بيرضوا الطعم المصري واوصله للعالميه اكتر من ما هو مع الوقت عمالي. اولا الشاورما المصري مش موجوده في اسكندريه صحيح. ولا في الغردقه ولا شرم ولا اي منطقه من المناطق التانية مصريه موجوده في القاهره بس. فهي لم حتى المطاعم المصريه اللي بتقدم شاورما في مصر بتكتب لك على المحل ليس لنا فروع اخرى. هو بيفتخر بعدم وجود فروع اخرى وده شيء يحزن. المفروض انت تفتخر ان ليك فروع كتير صح. مش تفتخر انك ليك فرع واحد لانه ده ما بينشرش ثقافه الاكل ده عند باقي المجتمع. فانا قررت اكسر الحاجز ده واخد اكثر سندوتشين مبيعا في السوق المصري اقلبهم لكونسبت. اوكي. لقيت شركه دراسات تسويقيه من 10 سنين
قالت لي ان اكتر سندوتشين ساعتها مبيعا كان سندوتش الشاورما المصري اللي في العيش الكايزر، وسندوتش الجمبري اللي في العيش البلدي المقلي اللي عليه طحينه Yes. وبقدونس. فقلت انا عايز، مفيش ولا محل بيقدم الاتنين دول مع بعض. في ناس اقوياء قوي في الجمبري وناس اقوياء قوي في الشاورما، بس مفيش حد جامع الاتنين. فجاء في دماغي شاورماري، شاورما مصري وجمبري. اوكي. في الاخر اقدر اجمع الاتنين دول وابني عليهم كذا حاجه تانية، مش مشكله، بس ده يبقى الكور، ده يبقى الاساس. ومنه الكونسبت ده معمول من اكتر من 10 سنين، بس لم يطبق غير لما جت العوامل والظروف اللي سمحت له انه يتعمل في دوله تقدر تنافس فيها باريحيه، بسياسات سهله، باقتصاد مفتوح، بحريه استيراد، بحريه عمله، حاجات كتيره جدا ساعدت ان ده يتعمل بشكل ناجح. فمن هنا اتولدت قصه شاورماري. أم، اولا انا عندي كمان سؤال لطيف، انه مش بس شاورماري، لكن زي ما حضرتك كنت لسه بتقول بالحاجات اللي انت بتحبها. يعني الحلاقه عندك بيكي باربر، عندك براند تاني للموتور بايكس، عندك براند للاكل، عندك براند للكلاب او للحيوانات الاليفه. ايه اللي محتاجه رائد الاعمال علشان يبقى رائد اعمال شاطر؟ ايه اللي محتاج يبقى عارفه؟ ايه الاساسيات اللي وانا كشاب مصري عايز ابتدي بيزنس انا محتاج ابقى عارف ايه، غير اني فكره اني بنقعد كل يوم على القهوه نقعد نقول احنا هنفتح مشروع وخلاص، نقعد نفكر في الافكار. بس شفت حضرتك كنت دلوقتي بتقول لي الموضوع بتحليل وبدراسه وبعلم. ايه اللي محتاجين يعرفوه؟ هل محتاجين يبقوا دارسين تسويق، سيلز؟ محتاجين يعرفوا ايه؟ اولا رياده الاعمال دي شخصيه قبل ما تكون اي شيء اخر. يعني رائد الاعمال ده ليه كاركتر معينه بتبان عليه من صغره، بيبان عليه انه دايما عنده اهداف وبيسعى لتحقيقها. دي اول حاجه بتكون في شخصيته. تاني حاجه بيبقى عنده حب لا متناهي للعلم والتطوير نفسه، السيلف ليرنينج. بيبقى عنده عايز طول الوقت يتعلم حاجات غيره مش متعلمها. تالت حاجه بيبقى عنده طموح مختلف عن كل الناس اللي في دايرته واللي حواليه. رابع حاجة بيبقى متحدث لبق، وبيبقى عنده قدرات على الإقناع والبيع. لو يعني الحاجات لازم يكون رائد الأعمال بياع شاطر؟ دي واحدة من أهم مقومات نجاحه، لأنه في الأول مش هيقدر يجيب أشطر بياعين يحققوا له السيلز ويجيبوا له الفلوس اللي يخلي مشروعه يكمل ويستمر، فهيقوم عليه هو. فلو ما عندوش قدرة على الإقناع وما عندوش قدرة على السيلز، هو مش هيعرف يجنريت أو يجني الأموال اللي تخليه يعرف يكمل ويستمر في تحقيق حلمه. فمن أحد أهم المقومات إنه يكون عنده حاجتين: سلاح الدفاع وسلاح الهجوم. سلاح الدفاع هو الماليات، إنك تبقى فاهم كيفية إدارة الأموال من الحسابات والماليات والتخطيط المستقبلي والتحليل المالي. فدي قوة دفاعية. والقوة الهجومية هي البيع والإقناع والتفاوض. اوكي. فلو عندك الكفتين دول، أي شيء آخر تقدر تسده من ناس تانية. فأنا مقتنع إن ريادة الأعمال هي السلاحين دول لازم يكونوا مزروعين جواك. تاني حاجة، لو دول عندك أنت لازم تعرف أنت بتعرف تأدي في إيه. يعني واحد هيفتح معمل تحاليل وأنا عايز أبقى رائد أعمال، انا ايه علمي وقدراتي في معامل التحاليل؟ هل عشان انا عرفت ان في واحد بيطلع 1,000,000 جنيه في الشهر ارباح اروح اجري افتح معمل تحاليل؟ طب انت ايه نوع الحاجه الاضافيه اللي انت هتقدمها ايه للناس؟ الادد فاليو ايه الادد بتاعتي؟ فاليو بتاعتك؟ الناس للاسف في العالم العربي بتشوف ايه اللي ماشي وتعمله، مم. مش ايه اللي هو يعرف يعمله ويعمله بتميز. فرق كبير بين الاتنين. الشاب اللي عايز يحقق حلمه مش انه يشوف المجال اللي بيجيب فلوس حواليه، شوف المجال اللي هو يعرف يعمله بتميز، عشان يقدر يعمل حاجة غيره معرفش يعملها، فيحقق حاجة غيره معرفش يحققها. فهي معادلة. تكون رائد أعمال كشخصية، يكون عندك علم كافي، يكون عندك أداء في مجال معين تقدر تخش وتثبت للناس فيه إنك مميز ومختلف. اوتوماتيكلي هيحقق لك نجاح ويقدمك خطوات جامدة جدا عن إنك تعمل شيء تقليدي كل الناس بتعمله. هل محتاج اخد شهادات معينة او في مجال معين او في حاجة معينة علشان اقدر افتح بيزنس معين، خصوصا وانه حضرتك فاتح بيزنسز في مجالات كتير مختلفة عن بعض؟ بص، أنا في وقت جيلي كان العلم بفلوس وشهادات، مم. يعني ما كانش في طريقة أخرى. يعني أنا دخلت الجامعة سنة 2002. دخولي في الجامعة سنة 2002 ما كانش في ساعتها طفرة الإنترنت اللي موجودة ولا السيلف ليرنينج، التعلم الذاتي. فكان لازم عشان تاخد العلم تسعى وراه، إن شاء الله تسافر له 10 ساعات. فأنا سافرت اتعلمت في فرنسا
عشان العلم اللي انا كنت بدور عليه مش موجود بسهوله حواليا. لكن لو انا كنت في مكان اي شاب دلوقتي في سنه، الشهاده ليست هي المحور في تعلمك، ولكن التعلم بقى سهل ومتاح في كل المنصات اونلاين وشبه مجاني. فانك تعلم نفسك ماليات، ما بقتش محتاج تسافر امريكا عشان تدرس في الجامعه الفلانيه صحيح. عشان تتعلم فاينانس. انت كتابين 3 مع شويه ارتكلز مع دراسات وابحاث موجوده اونلاين ذاكرتها هتبقى محلل مالي قوي. استراتيجيات التسويق، ما بقتش تدخل كليه 4 سنين عشان تتعلم التسويق. انا ممكن في 6 شهور لو بتعلم نفسك ذاتيا تبقى من اكبر واقوى المسوقين الموجودين في العالم. التعلم الذاتي بقى اهم مليون مره من اي شهاده، على عكس الجيل بتاعنا اللي مفيش طريقه اخرى للتعلم صح. غير الشهاده والجامعات الراقيه. فبقى اسهل على الناس انها تتعلم وتقوي من قدراتها ومهاراتها انها تعمل اشياء كانت صعبه المنال في العهود القديمه. فردا على سؤالك، الشهاده مهمه، هي مهمه في حاله ما عندكش القدره على التعلم الذاتي. لكن التعلم الذاتي بقى هو رقم 1 بريورتي دلوقتي. اتعلم كل يوم عن اللي انت بتدور عليه، من شات جي بي تي، من جروك، من اي حاجه. كل ادوات الذكاء الاصطناعي بقى بتخليك تسهل عليك انك تتعلم. هو اتعمل عشان يسهل حياتك، فاللي مش هيستغله صح هو هيفضل متاخر 100 سنه لورا. صح. تعالى نتخيل مع بعض كده انه لو الذكاء الاصطناعي ده موجود من ايام ما حضرتك كنت لسه صغير وانت لسه بتبتدي، كان هيفرق في ايه في حياتك؟ في كل حاجه. كان هيسرع اللي انا وصلت له تقريبا تايم 10 اكس، 10 اضعاف. الذكاء الاصطناعي ده هو اداه ووسيله سهلت على الانسان الوصول الى المعلومه وكيفيه طرق تنفيذ الامور بطريقه صحيحه في وقت زمني قياسي. من الاخر دي اختصار الذكاء الاصطناعي. فعمل اللي الانسان بيعمله في وقت زمني طويل، سهل عليه طريقه عمله واداله العلم بتاعه وكيفيه تنفيذه بطرق سهله وبسيطه، من غير ما يضطر يقضي وقت طويل جدا عشان يوصل للنتائج دي. فهو وفر وقت ومجهود ونتائج ممتازه. فلو كان ده موجود ومتاح من 20 سنه، كان ادى اختلاف شاسع في كل مجالات الحياه. صحيح. فهو دلوقتي بقى موجود، الناس اللي ما بتستغلوش بالطريقه الصحيحه هو للاسف رجعي ومش هيعرف يتطور ويتواكب مع الحياه نهائي. افهم من كده انه حضرتك مستخدم الاي اي او الذكاء الاصطناعي في البراندز بتاعتك. انا بستخدمه يوميا في كل حاجه، مش بس في البراندز بتاعتي، حتى في حياتي الشخصيه، حتى في الغذاء، حتى في الاستشارات القانونيه، في كل شيء. يعني حتى لما اجي بحقق نتائج اعمال محدده، بستشير الذكاء الاصطناعي في تحليل كل امر فيها وفي مقترحات للتطوير. فانا بستعين في الذكاء الاصطناعي في انه يطور لي من اعمالي ومن شخصي. هل شايف ان الذكاء الاصطناعي حاجه تخوف؟ لا، كل شيء في الدنيا ليه سلاح ذو حدين. يعني السكينة ممكن تستخدمها في انها تقطع احسن سمك بطريقة ليها جدوى، ممكن تستخدمها انك تعور شخص او تجرحه. دايما كل شيء قوي وناجح ليه حدين من المعادلة. فالذكاء الاصطناعي ممكن يستخدم بأساليب سلبية وبتضر بالإنسان، وجايز يستخدموه في حاجات شر فيما بعد. ولكن الاستخدام العام هو إفادة الإنسان وتطوير وتسهيل حياته. فلا يختلف أي إنسان، كل شيء في الدنيا سلاح ذو حدين. أيوة. انت اللي في ايدك تستخدمه استخدام صحيح او استخدام سيء. هل شايف انه رائد الاعمال لازم يكون فاهم تكنولوجي او اي اي؟ كلمة لازم مربوطة بايه هو طموحه وهدفه. تاني، اوكي. في رائد اعمال كل طموحه انه يعمل $3000 في الشهر، ده مش محتاج يكون فاهم اي اي ولا اي اي، ما عندوش حاجة. وفي واحد تاني عايز اسمه يتحفر في التاريخ، ده مش لازم يكون فاهم تكنولوجي، لازم يكون التكنولوجي جزء من كرات الدم اللي ماشية عنده، لان الحياة اللي بيحركها هي التكنولوجي. لو انت بتتطورش مع تطور التكنولوجي فانت اكنك الدنيا هتتحرك وتسيبك. في الاخر انت والدنيا عبارة عن اكنهم كورتين، الدنيا ماشية طول الوقت وانت مهم. ثابت في مكانك، الدنيا هتسيبك وتمشي. لازم تبقى سرعة تحرك الكرة بتاعتك بنفس سرعة تحرك الدنيا. فالدنيا ايه اللي حصل فيها، مهم. شوف انت ايه اللي عملته في نفسك وسرعة تطورك. كل ما تواكبت مع سرعة تطور الحياة، كل ما بقيت جزء لا يتجزأ من التطور والنمو اللي بيحصل في الدنيا. هي مش بيقول لك مش هتبقى عليك الدنيا، مش هتستناك، هي هتمشي وتسيبك. ففهمك للتكنولوجيا معناها مواكبتك للاقتصاد، مواكبتك للتطور العلمي، مواكبتك لتطور الصناعات، مواكبتك لتطور العلم. كل شيء انت بتتواكب معاه لما تفهم تكنولوجي. فرائد الأعمال مش لازم يعرف حاجة، ولكن بدون معرفتها هو انت بتفقد فرص كتيرة جدا وتطور متاح ليك. بس أم،
الناس بتقول إدارة المواهب شيء صعب، ولما يكون عند حضرتك كل كمية الموظفين دي، هل شايف إنه أسهل إنك تدير تيم يكون فيه مواهب صعبة الإدارة، ولا بتدير ناس بتنفذ الكلام وخلاص؟ هو الإدارة أو الشغل دايما متقسم لشرايح، فشريحة الإداريين لازم يكونوا ناس عندها فكر وإبداع، وكل ما ازدادت الناس اللي عندها موهبة وعندها فكر وعندها علم، كل ما بقى في أفكار بتشاركك وبقى في إدارة بتشاركك. فأنت أصلا لما بتشوفهم في مناخ بيعرفوا يبدعوا ويطوروا فيه وعندهم أفكار إبداعية وعندهم طرق تنفيذ مختلفة، هو ده مش بيصعب عليك، بالعكس ده بيسهل إنك تعرف تعمل ديليجيشن، تعرف تعمل تفويض، لأنك بقيت واثق إن العقول اللي بتفوضها دي قادرة على تأدية المهام بشكل إبداعي ومختلف. فالموضوع مش فكرة حد ينفذ إزاي وبأي علم وبأي إبداع، لأن كل ما ازداد الإبداع والعقول المتطورة في الموظفين اللي بيشتغلوا معاك، كل ما سهلت على البيزنس بتاعك الوصول لأرقام وأهداف عمرك ما كنت هتوصلها لوحدك. إيه هو مفهوم الديليجيشن عند محمود علاء الدين، وإزاي بيقدر يثق إنه يعمل ديليجيشن لهذا الشخص؟ بص، هو أنا مقتنع إن مفيش مؤسسة في الدنيا بتكبر وبتنمو على شخص واحد، صحيح. لازم يبقى فيها فريق عمل مرعب. فانت دورك كرائد اعمال او كصاحب شغل انك تحاول تطور من الموظفين اللي عندك وتنتقي الافضل علشان يكونوا نسيج واحد من نجاح المؤسسه. فانك المؤسسه اصلا ما تشتغلش غير بيك معناها انها ما بقتش شركه، هي بقت حاجه زي تجاره شخصيه. فانت عايز تنقل مؤسستك من بيزنس الى مؤسسه. عشان تكون مؤسسه ما ينفعش تعتمد عليك، مهم. فعشان ما تعتمدش عليك لازم يكون عندك افراد يحلوا محلك ويعرفوا يعملوا احسن منك. فإلى أن تصل للمرحلة دي أنت لسه لم تصنع مؤسسة ناجحة. المؤسسة الناجحة بتعتمد على أنها عندها كوادر إدارية تقدر تقوم مكان السي أو رئيس مجلس الإدارة أو صاحب العمل بأكفأ طريقة ممكنة، حتى وهو في البحر قاعد على المركب بتاعه. يعني حضرتك مؤمن بفكرة إن أنا أجيب ناس بتفهم أحسن مني في التخصصات بتاعتهم؟ لو لقيته. أوكي، حلو. حبيت الإجابة. طيب، كمان عرفت إنه حضرتك عندك بيزنس خاص، يمكن كنا بنتكلم قبل الهوا إنه حضرتك عندك بيزنس خاص مخصوص لتعليم ريادة الأعمال والاستشارات في إزاي to build a new business brand. ممكن تكلمنا شوية عن الموضوع ده؟ في وقت الكوفيد أو وقت الكورونا كنت المحلات كلها مقفولة، وابتدت الناس كتير قوي تستشيرني وتبعت لي على السوشيال ميديا ازاي اقدر اتعلم في الوقت الفراغ ده عن ريادة الاعمال وعن البيزنس وعن المبيعات وعن حاجات كتيرة. فعملت ويب سايت زي اكنه اكاديمية، mahmoudaladdin.com، أوكي. عليه استشارات شخصية معايا مباشرة، سواء استشارات ان واحد يبقى عنده مشروع وازاي يقدر يطور منه ونحلله ونحسن منه، او منتورشيب بروجرام اللي هو نظام ازاي اقدر اطور من الشخص كامكانيات شخصيه عند كل بني ادم، مع كل ساعه بيتطور فيها في الماليات، في المبيعات، في كل شيء. وعملت كورسات متخصصه في رياده الاعمال وفي المبيعات والتفاوض، اللي هم اهم مكونين يخلوك تعرف تعمل بيزنس وتنجح فيه. والحمد لله دلوقتي الأكاديمية عليها أكتر من حوالي 85 ألف طالب، ما شاء الله. كلهم ناس داخلة بتتعلم وبتستفيد يوميا بالكورسز وبالاستشارات وبكل حاجة. ودلوقتي بقينا كمان عاملين خدمة التعاقدات مع الشركات في استشارات مستدامة 4 مرات في الشهر، 5 مرات في الشهر. وده بيخلي المؤسسة تبقى مش مضطرة انها تعين مدير عام قوي جدا تدفع له ارقام كبيرة، لا ده ب4 ساعات استشارات اقدر احط منهج لاي شركة تمشي عليه وتتبعه وترجع لي في التطوير بتاعه كل اسبوع. فيعني الحمد لله كانت شيء ناجح جدا وفاد ناس كتيرة. ايفن انا شايف حتى تميز في الفكرة نفسها، انه برضو حضرتك بتحط لمسة جديدة بتخليك متميز في الحتة دي، which is الاستشارات بالظبط. في البيزنس. اوكي. لو الكسيب which is انا شايف انه في براند تاني اهم بكتير، مع احترامي الكامل لشاورماري وبيكي باربر وكل البراندز الجميلة دي، الا انه الكسيب is a brand، الحمد لله. والبراند ده ناجح وهو الباك بون بتاع كل البراندز التانية. لو الكسيب هيحط يافطة عليها اعلان علشان لما الناس تشوفه تقول انه الاعلان ده جاي من الكسيب، هنحط ايه على الاعلان ده؟ اعلان لشخصي ولا قصدك رسالة للناس؟ رسالة للناس. لو رسالة، اكتر حاجة اللي انا بشوفها هي الديلما او التوهان اللي فيه الشباب. فانا عايز اقول لهم نصيحة واحدة بس، هي اسعى ورا النجاح
وليس السعي وراء البقاء. عقول الناس عقول بقاء وليست عقول نجاح. فرسالتي هي جملة واحدة: اسعى وراء النجاح ولا تسعى وراء البقاء. اللي بيسعى وراء البقاء يعني بيدور على أكل وشرب، وبيدور على سكن، وبيدور على كل شيء في دورة حياته، وهو ده اللي شاغل همه. حتى أحلامه تتعلق بالبقاء، يعني بيحلم إنه يأكل أفضل، بيحلم إنه يسكن في مكان أحسن، ما بيحلمش بإنه يحقق نجاح في شيء وأمر ما، فبالتبعية يجيب له كل اللي هو عايزه. فبس لو الفكر اتغير الدايركشن بتاعه، ما تفكرش في الأشياء المادية، فكر في الأشياء المعنوية اللي هتسبب إنك أنت ليك قيمة. فلذلك لو فكرت في إنك تكون وتحلم إنك تكون إنسان ناجح، كل شيء بتطمح فيه في الأشياء المادية هيجي كمردود للنجاح بتاعك. صح. فبس الشباب محتاج يغير عقوله من عقلية البقاء إلى عقلية النجاح. انا يمكن برضو سمعت حضرتك مرة في من المرات بتقول ازاي اصلا تعمل ثروة، انك مش انك تبقى عايز تشتري بيت جديد او عايز تشتري عربية جديدة، انك تشتري بيت وتأجره والبيت يجيب لك بيت والبيت يجيب لك بيت. ممكن تقول لنا الموضوع ده تاني؟ هو أولا خلق الثروة مهم. هو منهجية وأسلوب حياة بتتبعه. فلو انت عندك ثقافات غلط وعادات غلط في صرف اموالك وفي استثمارها، انت مش هتوصل لمرحلة انك تحقق حاجة اسمها الحرية المالية. الحرية المالية دي يعني معناها انك تقدر تعيش بدون ما معتمد على الدخل او مرتب ثابت جاي لك نتيجة انك بتبيع وقتك قصاد فلوس. فانك توصل لمرحلة الحرية المالية دي في خطوات بتتبع وتضحيات بتتعمل عشان توصل لها. لازم من وانت شاب صغير يبقى دخلك متقسم لأجزاء، من ضمنها جزء استثمار وجزء ادخار وجزء انفاق. اوكي. فاللي بيقعد يحوش طول حياته عشان يشتري شقة يتجوز فيها، ده اوريدي ضيع اوريدي اصلا كل اللي يقدر يأمن له انه يكون شخص ناجح او مستثمر، لان هو قاعد يسعى وراء بس ادخار المال من اجل شراء شيء لن يدر عليه من مال. فقتل 10 سنين من حياته شغل مقابل ان اللي حوشه جاب بيه شقة يتجوز فيها، مع انه هو يقدر يتجوز في شقة ايجار. واللي حوشه ده يكون استثمار في صناديق استثمارية بيزوده شهر بعد شهر، فبعد ال10 سنين بقت قيمة فلوسه 10 أضعاف اللي كان بيحوشه عشان شقته بدل ما تتاكل بالتضخم. فالفكر نفسه ماشي غلط. فاتباع لو واحد دخل كتب على شات جي بي تي أو على أي منصة AI ما هي العادات التي يجب اتباعها من أجل الوصول إلى الثراء من أول سن كذا، ويكتب سنه، هيطلع له بالظبط ايه هي الاساليب والطرق اللي المفروض يتبعها. خلاص بقت سهله انك تعرفها ايه هي. فما تمشيش على ثقافه خاطئه. ما يبقاش اول بيت بتشتريه في حياتك هدفه انه بس يامن لك 4 حيطان، لا، انت البيت اللي تشتريه يجيب لك وارد مالي. لانه البيت يا اما هيكون اسset او اصل، يا اما هيكون التزام. امتى يكون بيتك اللي اشتريته اصل؟ لما يكون البيت ده بيجيب لك ايراد مادي ولا تتحمل عليه اعباء ماليه. البيت اللي انت اشتريته وعايش فيه هو التزام، لانك بتدفع عليه ضريبة، بتدفع عليه صيانة، بتدفع عليه حاجات شهريا من حاجات محتاج تصلحها فيه whatever. في الاخر هو بقى التزام، ما بقاش شيء يدر عليك مال. فقبل ما تفكر تعمل حاجة قصادها التزام، اعمل حاجة تدر عليك مال تساعدك في الوصول للحرية المالية. ادخر في صناديق استثمارية وادوات، اعمل مشروع صغير يجيب لك ايراد شهري. دايما في عدة أساليب للوصول للثراء. لو انت ما اتبعتش ولا واحدة منها ما تستناش انك تنجح وتغتني، لانك ما عملتش حاجة منها. فمستغرب ليه انك ما وصلتش للنجاح. ناس تقول انا ازاي اغتني؟ ازاي تغتني غير لما تتبع اساليب ان انت تبقى انسان حر ماليا. فبدون اتباع هذه الخطوات لن تصل الى الحرية المالية، فلن تصل الى الثراء بكل بساطة. حقيقي شكرا حبيبي. طيب، عندنا في محاور العباقرة فقرة سريعة كده اسمها تكسبريسو، بناخد فيها أسئلة رابid فاير بسرعة، وعايزين نعرف الإجابة بسرعة. يلا بينا. ماشي. أحسن نصيحة حد قالها لك زمان وانت صغير واستفدت بيها بعد ما كبرت؟ اللي بيسعى ورا الأمان عمره في حياته ما هيعيش متأمن. موظف ولا صاحب بيزنس؟ صاحب بيزنس. شايف نفسك نرد في ايه؟ في أي حاجة بدخل جواها. الفشل حاجة بتعلمنا ولا عدو مش عايزين نشوفه؟ بدون فشل مفيش علم أصلا. مين يقدر يبني أكتر؟ راجل أعمال مذاكر وشاطر ولا موهبة غير مثقولة بالعلم؟ لا، العلم هو أساس
الابداع واساس النتائج، فاللي معاه علم اكتر هو اللي هيعرف يطلع نتائج افضل. آه، بتضحي بايه اكتر، الوقت ولا النوم؟ بضحي بالوقت ولا النوم؟ ما مم. هو النوم برضو جزء من الوقت، فانا بضحي باي شيء ينفع اضحي بيه من اجل الوصول لحلمي، سواء وقت او نوم. اوكي. آه، بزنس عمرك ما حضرتك فكرت تدخله وممكن تفكر فيه قريب؟ الاونلاين بزنس اونلاين بزنس، يعني اللي جاي للكسيب اونلاين بزنس. واحده من الحاجات اللي بخطط لها، يكون في اونلاين بزنس بشكل اكبر بكتير. اوكي. انا هو ده كان السؤال اللي جاي، البراند اللي جاي للكسيب ايه؟ انا شغال على عده حاجات، بس مينلي انا بحاول اركز الفتره الجايه ان انا اخد كل شيء مهدور حقه في مصر واحوله للعالميه. اوكي. بقيت ايه، بما انه حضرتك شاب مصري طالع من مصر وعايز توصل مصر للعالمية، اللي عايز يبتدي بزنس شايفه احسن في مصر ولا بره مصر عشان يبتدي بزنس، وخصوصا مع تجربتك في الامارات؟ آم، المصري اللي في المجتمع المصري، مصر بالنسبه له احلى مدرسه في الدنيا، لانه عنده كل المقومات اللي تنجحه كبدايه مشروعه، ويكون عنده حاجه اسمها بروف اوف كونسبت، يعني اثبات ان مشروعه ده هينجح. اللي مشروعه هينجح في مصر بالمقومات والصعوبات اللي موجوده، معناه انه يقدر ينجح في اي مكان. فمصر احلى مدرسه ومطبخ تعمل فيه بيزنس. نصيحة للشباب اللي عايزة تبتدي بزنس؟ اتعلم، اوعى تهدر قيمة العلم. اقرا كتب على قد ما تقدر، اسمع بودكاست للبزنس مان ورواد الاعمال حوالين العالم كله، ولو ما بتعرفش لغة اتعلم انجليزي قوي جدا، لان لغة البزنس هي الانجليش. افهم ماليات، لان ده سلاح مهم جدا تعرف بيه تتحكم في فلوسك. افهم ازاي تتفاوض وتتناقش وازاي تبيع، لان ده سلاحك في جلب المال. فاعرف المقومات دي مهمة جدا قبل ما تفكر في اي مشروع، حتى لو هتبيع سندوتشات بسيطة. لو عندك العلم ده هتبيعها احسن من اي حد تاني. رسالة لأولادك لما يكبروا؟ انا عملت كل حاجة اقدر عليها في الدنيا، ان انا اصنع لكم تاريخ واب تفتخروا بيه، ويكون سايب لكم اكتر من مال، سايب لكم سمعة طيبة. وانا بالنسبة لي الرجال هي السمعة الطيبة، فانا بسعى لان يكون ليا سمعة طيبة واسيب اثر ينتفع بيه الناس، من ضمنهم اولادي، ويكونوا فخورين ان ليهم اب زي ده. أنهي أصعب، البداية ولا الاستمرارية؟ اللي اصعب دايما البداية، دايما البداية أصعب من الاستمرار، لأن كسر الحاجز بعد كده لما بتبتدي بيبقى صعب الرجوع لورا. يعني خلاص دخلت ابتديت، هيبتدي عندك حاجات تخسرها خلاص لما تبتدي، فبيبقى أصعب إنك تاخد الخطوة إنك تبتدي. حقيقي شكرا، الحلقة كانت دسمة جدا. أنا مستفيد بشكل، بتكلم بجد على المستوى حبيبي الشخصي، حبيبي. حقيقي، لدرجة إن أنا كل إجابة حضرتك بتجاوبها أنا بحاول ألتزم بالأسئلة بتاعتي، لدرجة إن أنا عندي استعداد أقعد أسأل وأسأل وأسأل. وأنا معاك في أي حاجة، وإن شاء آه، الله يبقى لينا حلقات تانية تكون أكيد حتى فيها تشرفنا. جهزنا حاجات أكتر نعرف نقدمها للناس. وطول الوقت كل ما يكون في أي شيء أعرف أقدم فيه علم للناس، وأقدم لهم أي تجربة أنا مريت بيها، أنا بزداد شعور بالسعادة، لأن أنا حاسس إن الإنسان أصلا سعادته بتستمد من إفادة الآخرين، سواء بعلم، سواء بفتح بيوت ناس، سواء باستشارة، سواء بخير بتعمله. سعادة الإنسان لا تكتسب بالأشياء التي يمتلكها، بل تكتسب بإسعاد الآخرين. فأنا من الناس المؤيدين جدا للنظرية دي. والله بجد بجد، أنا حبيت الحلقة جدا. ربنا يخليك. وإن شاء الله إن شاء الله بجد نكون محضرين حلقة تانية إن وتالتة شاء الله. تكون، لأنه حقيقي حرام، أنا يعني ده ظلم إن إحنا نعرف نتكلم معاك بس عن دول. حبيبي. حقيقي بجد، عايزين نتكلم عن كل حاجة لوحدها بعد كده. إن شاء الله الموضوع يمكن كبير. الموضوع كبير جدا. شكرا.